الأقرب كان لمالكم هم من إدارة نادي الهلال ومن منسوبي الجهاز الفني لنادي الهلال. هم الأقرب، هم اللي يسمعوا كل شيء. يمكن كثير ما حد سمع اللفظ أو قرأ الشفاه فقط ومن خلالها حدد هذا الموضوع، ولكن في ناس كانت قريبة وهم المسؤولين عن هذا الأمر، هم المحاسبين بصراحة إذا ما تم شيء في مخصوص مالكم، إذا قراءة الشفاه اللي مرت على الناس كانت صحيحة 100%. بس هذه مو قراءة شفاه. فأنت سمعتها؟ إيه سمع. إيه سمع. أنا ما سمعت الصراحة، أنا جاني المقطع، أنا ما سمعت اللفظ. عبد الرحمن إذا أنت ودك تسمعه أنا ما سمعت اللفظ. إذا أنت ودك تسمعه لا، بدام أنك أنت سمعت أنا أصدقك. إيه لا بس أنت إذا بس برضو إذا أنت ودك تسمع. لا أنا أقول الناس اللي أقرب له. لا مو اللي أقرب له. عبد الرحمن هي لقطة اليوم. إيه أنا ما عرضتك الحين أنا على الكلام ولا أنا عرضت. علي لا تقاتل على الرأي. أنا ما أقاتل على الرأي. وأنا الحين لا تقطع كلامي بعد أنا. شوية بس لا تقطع كلامي أنا قاعد أتكلم عن شيء واضح ومنطقي. الأقرب له كانوا جنبه حواليه واللي كانوا يفكون، كان في مصعب الجوير موجود، جاء سعود كريري وجوله منسوبي الجهاز الفني. زين، هم سمعوا كل الشيء اللي دار. مين المخطي؟ المفترض إدارة الهلال أن تعاقبه، انتهى الموضوع. مين اللي قاعد يسوي هذا الخطأ واللفظ اللي تم؟ المفروض إدارة الهلال تعاقب مالكم على اللفظ اللي تم. هي أقرب شخص كان موجود له، والمفترض أن كلهم في شهود. ما أقول أنا في مقطع مصور مفبرك، والله أنا كل شيء أتوقع الحين في الAI. أنا ماني متكلم بهذه، أنا أتكلم أنتم كنتوا جنبه. المفترض أنكم كنتوا جنبه، أنتم تحاسبونه، لأنه أنتم المسؤولين يا إدارة الهلال. هذا الموضوع بشكل كامل وصريح وواضح. سوالف الجوال وسوالف هذه أبى أتكلم عنها، ما عندي مشكلة، أبى أقول والله الجوال يوضح لك شيء ما يوضح لك شيء، لكن بالأخير سعود كريري كان موجود ولا لا؟ سعود كريري وش منصبه اليوم عبد الرحمن؟ مدير كرة. مدير كرة. المفروض سعود كريري يتخذ الإجراء المناسب على الشيء اللي صار. وبقى